جاكي كان بيشوف حاجات محدش غيره بيشوفها، حصان بأجنحة واقف على السطح، وخرتيت لابس درع دهب ماشي في الشارع. لكن المدرس بتاعه ما كانش بيصدقه، وزمايله في الفصل كانوا فاكرينه بيكذب. محدش كان عايز يصاحبه، فجاكي كان بيرسم بهدوء كل اللي بيشوفه. بعد شوية ظهر ولد اسمه جروفر، ومن وقتها حياة جاك بدأت تتغير. جروفر كان بيحب يسمع حكايات جاك، بقوا أصحاب جدا بسرعة. في يوم راحوا مع بعض للمتحف، ولما أمين المعرض بدأ يشرح المعروضات، الكلمات اللي على اللوحات بدأت تتحرك. فجأة جاك ظهرت وحكت له حكاية اسمه. زمايله ضحكوا عليه، والمدرس قال له يسكت. أمين المعرض قرب منه وقال له يتجاهلهم، وبعدين إدى لجاك قلم وقال له يحتفظ بيه كويس. جاك ما كانش فاهم ليه. وبعد كده وهم بياكلوا سندوتشات، واحد من زمايلهم رمى سندوتش على جروفر. جاك وقف غاضب، وقبل ما يلمس الولد، البنت اللي رمت السندوتش طارت فجأة ووقعت في النافورة. في اللحظة دي جاك حس بحاجة في جيبه، كان القلم بيرتج. وفجأة المدرسة اتحولت لوحش بأجنحة وبدأت تمشي ناحيته. قالت له هو ده، وطلبت منه يسلم اللي معاها. بس جاك ما كانش فاهم هي بتتكلم عن ايه. وفجأة ضوء ذهبي ساطع ضرب الوحش وخلاها تتحول لتراب قدامه على طول.